مين ما بيعرف نبعة عين الفيجة يلي بتشرب منها دمشق وريفا؟ وحاليا عم ورجيك المكان الأساسي يلي بتنضخ منه المياه لدمشق وريفا. هلأ المفروض أنا بهذا الوقت مستحيل كون واقف هون. شايف هذا الخط الأصفر يلي ظاهر معك على الجدران؟ لهون بتكون المي بمثل هي الأوقات، ولكن نتيجة شح الأمطار حاليا منسوب المياه نزل من 20 متر لحوالي 3 امتار. بمثل هي الأوقات خبروني إنه ما بيشغلوا المضخات لأنه المي ما بحاجة، هي من قوتها لحالها بتضخ، ولكن المفروض بعد شهر ونص يبلشوا ضخ، ولكن بلشوا من هلا نتيجة إنه شح الأمطار تسبب بهبوط منسوب المياه. ومثل ما عم نشوف هي المنطقة، شوف المي. انت حاليا بتفكر هون، شوف بتفكر انه ما في مي، بس انا رح اعمل لك بس هيك عشان تشوف. شايف نقاوة يعني ما بتلاقيها بأي مكان بالعالم. وبيقولوا يلي بيشرب من مية الشام لازم يرجع ويشرب منها، ونحن بعد فترة هالغياب كلها وبعد ما شربنا من مية الشام ليكنا رجعنا مو بس عم نشرب من مية الشام، اجينا على المكان الرئيسي اللي بضخ المي لدمشق. طبعا شوف المكان ما سلم اكيد، يعني مع انه هذا المكان هو يلي يعد بمثابة الحياة لأهالي دمشق وريفا، ومع هيك ما سلم تعرض لاستهدافات متتالية. يلي شرب من مية الشام ورجع شرب مرة ثانية يكتب لنا، ويلي ما شرب تعال اشرب، وبس تشرب كمان اكتب لي شو رأيك بمية الشام. تقبلوا تحياتي، كنت أنا معكم يمان السيد من نبعة عين الفيجة، أشهر نبعة بالعالم.